اليوم بغيت نشارك معكم واحد التقنية اللي بسيطة جدا وممكن أنها تساهم لك في تحرير المشاعر السلبية، سواء كان مشاعر غضب، مشاعر حزن، أو حتى نوبات الهلع بالنسبة للناس اللي يعانون من نوبات الهلع أو الرهاب الاجتماعي مثلا. فهالتمرين ممكن أنك تقوم به في اللحظة الآنية اللي أنت حاسس بها بهذه المشاعر القوية، ويساعدك على أنك تعيد جهازك العصبي إلى الطبيعي، وحتى العقل يصبح هادئ. طيب، هذا التمرين ممكن أنه يساعدك في اللحظة الآنية كما قلت، وممكن أيضا أنه يساهم لك في تحرير هذه المشاعر أو حتى صدمات إذا استخدمته لمدة أطول واستمريت عليه. مثلا تقوم به مثلا 5 دقائق أو أكثر يوميا إلى أن يذهب هذا الشعور أو هذه تتحرر من هذه الصدمة اللي أنت حطيت لها النية قبل أن تبدأ التمرين. هذا التمرين سهل وبسيط جدا، فممكن أنك تقوم به سواء كنت في السيارة أو مثلا في المكتب، أو إذا كنت في مكان عام وحسيت ممكن بس تاخذ نفسك شوية بعيدا، أو حتى تروح على الحمام وتقوم به، لا بأس بذلك. بالنسبة للناس اللي ما يقدوش يقوموا به مثلا أمام الملأ وهم ما أصابتهم هذه النوبة هذه أو هذا الشعور، هذا عندما يطفو هذا الشعور، سواء كان يأتيك بمثلا بحالة من العصبية أو بالبكاء الهستيري، أو بأن جسمك يبدأ يرتعش، أو أن دقات قلبك تبدأ تتسارع، أيا كان، فهذا التمرين سهل وبسيط جدا. وإذا أردت أن تتعلمه بعمق عن تقنيات تحرير المشاعر موجودة في كتاب رحلة روح، وممكن أنك تاخذ أي دورة من الدورات اللي ممكن تساهم لك في تحرير المشاعر. طيب، التمرين هو كالآتي: هو أن تأخذ النفس في 6 مرات، وتحبس الأنفاس في 3 ثواني، وتطلق الأنفاس في 6 ثواني من الأنف. أوكي، فهمتوا؟ يعني الشهيق في 6 ثواني، ثم نحبس الأنفاس 3 ثواني، ثم زفير 3 ثواني، ونحبس الأنفاس مرة أخرى، ثم مرة أخرى أخذ شهيق في 6 ثواني وهي ماشية. هنحاول نحط لكم فيديو تبسيطي يبسط لكم الموضوع كيف. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إن هي أنك تربط على مكان اللي أنت حاسس فيه بهذا الشعور. إذا كان ضيق في الصدر فبس ربط على هذا المكان، ويمكن أن تقول أنا أحرر شعور الحزن، أنا أحرر شعور الغضب. إذا كنت غير قادر حتى على تسمية هذا الشعور، فقط ردد أنا أحرر هذا الشعور، أنا أسمح لنفسي بالتعبير عن هذا الشعور وبأن يخرج بكل يسر وسهولة. وتستمر في التنفس. فممكن أنك تقوله بصوت داخلي أو حتى بصوت مرتفع اللي يناسبك. تمام. إذا كان عندك مثلا تحس بزغللة في العيون، آلام في الرأس، نفس الشيء. هو له بروتوكول معين كيف تقوم به، ولكن أنا الآن أتكلم إذا كان عندك في هذيك اللحظة الآنية وأنت تحاول أنك تفرغ هذا الشعور، أو فقط أنك تقوم بهذه الحركات باليدين الاثنين معا، وأنت تحرك تكون حافي القدمين وتبدأ تدبدب على الأرض مع هاي الحركة وأنت واقف في مكانك، أو حتى إذا كنت جالس عادي جدا، هذا أيضا سيسمح لك. النية مهمة، أني أن أفرغ هذا الشعور أيا كان الشعور، حتى إذا كنت غير قادر في تلك اللحظة على أن تسمي هذا الشعور، لا بأس بذلك. فقط ردد أنا أسمح بخروج هذا الشعور، أنا أسمح بخروج هذه المشاعر، أنا أسمح بخروج هذا الألم، أنا أسمح بخروج هذه الطاقات من كياني ككل. لماذا كياني ككل؟ لأن احنا عندنا جسد مادي، جسد مشاعري، جسد فكري، فممكن في هذيك اللحظة أنت تراكمت عليك تراكمت عليك المشاعر والأفكار وكلها، لذلك أسمح بخروجه من كل كيان. يمكن تطفي البخور. هذه هي نقط اللي ممكن أنت تستخدم عليها تقنية التربيط للتحرر من أي شعور. فقط تحط نية تحرير الشعور وقم بعملية التربيط بأصابعك على هذه النقط، كل واحدة مثلا 30 ثانية.
قس شعورك قبل وبعد التمرين.